حكاية حكاية البطل ديال الحكاية اليوم سميتو يحيى، اللي تزاد سنة 1991 بمدينة الدار البيضاء. الوالدين ديال يحيى كانوا قارين، ماماه كانت خدامة أستاذة ديال اللغة الفرنسية، والأب ديالو كان أستاذ ديال الرياضيات. يحيى ملي بدا القراية في الخصوصي كان ديما كيجي هو الاخر، وكانت كتجيه القراية تقيلة بزاف، وخا والديه كانوا مدخلينه أحسن مدرسة ديال الخصوصي في المنطقة اللي ساكنين فيها. ولكن يحيى كان كينجح غير حيت والديه كيخلصوا الفلوس. ماما يحيى كانت كدير معاه مجهود كبير باش يتعلم اللغة الفرنسية، وكانت ديما كتراجع معاه بالليل. يحيى كبر وطلع الليسي، وحتى هي كانت خصوصي، وتما يحيى غادي يدير نفس حيت كانوا ولاد خالته وعماتو كيقراو حسن منه. وخا المجهود والسويع يحيى كان كيحس بان دماغه ما كيقدرش يدخل القرايه، وكان كيتعذب من اللي كيبغي يقرا ولا يحفظ شي حاجه. يحيى كان كيعمر بزاف مع البنات في الليسي، وكان معروف عند الدراري بسميه ديال مسموم، حيت كان ديما كيبين الحسد ديالو الا شاف شي حد حسن منه. دازو الايام ويحيى خدا الباك من المدرسه الخصوصيه اللي كان كيقرا فيها. من بعد مشى دار لافاك تخصص لغه فرنسيه، حيت ماماه كانت استاذه ديال الفرنسي، وكانت كتعرف الاساتذه ديال لافاك. المهم يحيى في لافاك تعرف على شي دراري كيترينيو، وملي تعاشر معاهم مرضاش براسو حيت كان غليظ بزاف. مشى حتى هو دخل لاصال وبدا كيتريني. ملي داز العام الاول في لافاك يحيى بدا كيعجبو لاصال، وبدا كيقاتل الفورمه ديالو. وخا كانت الفورمه غير في البدايه ديالها، يحيى بدا كيلبس القوامج لاصقين وكيحل ليهم جوج صدفات الاولين باش يبان في الشكل. يحيى كان كيعجبو الحال ملي شي حد كيكبر بيه ولا كيقول ليه شي حاجه زوينه، بحال مثلا يحيى كان لابس قميجه حمراء وجا شي حد قال ليه واو القميجه الحمراء اللي لابس زوينه، يحيى في هاد اللحظه كيحس براسو هو براد بيت. المهم 3 سنين في لافاك دازت بالخف، ويحيى خد الاجازه. وخا المستوى ديالو في اللغه الفرنسيه كان ناقص على شي دراري معاه في لافاك اللي كان المستوى ديالهم حسن منه وما خداوش الاجازه. يحيى من بعد لافاك بدا كيقلب على خدمه، وماما قالت لي غادي نوقف معاك باش ندخلك التعليم. ولكن يحيى كان كيعرف شي دراري خدامين في شركات وكيتخلصوا مزيان حسن من التعليم بزاف. داكشي علاش قال ماما راه ما غاديش ندفع للتعليم. يحيى بدا كيدفع للشركات ودوز الصيف كامل وهو كيدفع، ولكن ما كيجاوبوش، وهادوك اللي كيعيطوا ليه كيدوزوا ليه لونتروتيان ما كيقبلوش. يحيى بدا كيتستريسا، خصوصا هو ديما كيبقى يقارن راسو بالناس اللي كيعرف. في واحد النهار يحيى طلع ليه انونس ديال خدمه في سونتر دابيل ومشى دفع ليهم. المهم عيطوا ليه ودوزوا ليه لونتروتيان وقبلوه. يحيى ملي بدا الخدمه تما غادي يعرف بزاف الدراري والدريات، وكيف ما العاده يحيى كيموت على لي شوميز وديما محلولين من حدا الصدر، حتى ولا معروف في داك سونتر دابيل غير بالقوامج ديالو والمشيه ديالو اللي كانت كتشبه لشي واحد اللي مدوز 15 عام في لاصال ديال الحديد. يحيى ملي بدا الخدمه كان فيما كيتلاقى ولا كيعرف شي حد في داك سونتر دابيل كيقول ليه باللي الخدمه فات سونتر دابيل بالنسبه ليا راه غندوز فيها غير واحد 3 شهور، حيت الخدمه بالنسبه ليحيى في سونتر دابيل شي حاجه ناقصه وماشي ديالو. الخدمه في سونتر دابيل ما كانت سهله، ولكن يحيى كان كيخدم مزيان وكان كيتقرب من واحد الماناجر ديالو اللي كان سميتها ماريا. يحيى كان مره كيمشي يسولها، وخا كيكون عارف كيدير راسو ما فاهم والو غير باش يتقرب منها. ملي دوز 4 شهور في داك سونتر دابيل يحيى شاف واحد الدري معاه طلع سوبرفيزور. يحيى مرضاش وبدا كيخدم على الجد باش يبين الماناجر ديالو بانه كيخدم مزيان ويستاهل يولي سوبرفيزور. وملي كان كيسالي الخدمه كيمشي للدار وكيبدا يتعلم لونغلي، حيت عارف بان الا كانت عنده اللغه الانجليزيه غادي تا هو يطلع ويولي سوبرفيزور. يحيى كان كيريح مع الدراري والدريات ديال سونتر دابيل بزاف، وكيحاول يعرف شكون اللي كيخدم مزيان وشكون اللي ما كيخدمش. ومره كيمشي عند ديك الماناجر ديالو وكيقول ليها باللي داك خونا ولا ديك ختنا راه ما كتخدمش مزيان. وكان ديما كيسمع ديك الماناجر ديالو، وخا بعض المرات الماناجر ديالو اللي سميتها ماريا كانت كدور فيه على الجد قدام الدراري صحابو، ولكن كان هو ديما كيحني الراس وكان كيدير راسو ما على بالو والو. في واحد النهار يحيى كان خدام بالليل، وكان السوبرفيزور ديالو واحد الولد سميتو ايمن
اللي كان صاحب يحيى. أيمن في ديك الليلة كان خرج وتعطل على الخدمة. يحيى من اللي شاف أيمن تعطل بزاف ناض بدا كيسول الدراري الجداد واش خاصهم شي حاجة باش يشرحها ليهم. المهم يحيى عاون شي دراري، وملي رجع أيمن قال ليه يحيى راه عاون الدراري وكون هاني إلا بغيتي تخرج عاوتاني أنا راه حاضي لك. أيمن جاوبو وقال ليه الله يحفظك. المهم ملي دازت السيمانة ديال الخدمة بالليل يحيى غادي يرجع يخدم بالنهار، وأول حاجة دار هي مشى عند المناجر ديالو ماريا اللي كتكون غير بالنهار، وقال ليها باللي أيمن ما كيخدمش بالليل وكيبقى ديما خارج وأنا اللي كنعاون الدراري. ماريا مشات شافت الكاميرات ولقات أيمن بالفعل كيخرج بزاف. المهم صيفطات به إيميل الإغاش وعيطات ليه باش يجي يدير معاها ميتين. أيمن جا ودار مع هذاك الميتين اللي قالت ليه بأنه ما غاديش يبقى سوبرفيزور وخاصو يرجع يخدم عادي. وبالنهار أيمن مرضاش وخرج من ديك الخدمة. ملي دازو 2 سيمانات من ورا ما خرج أيمن من الخدمة، ماريا في واحد النهار عيطت ليحيى وقالت ليه يمشي يدفع الإغاش السيفي ديالو باش يشد بلاصة أيمن. وداك الشي اللي كان يحيى دفع ودوزات ليه ماريا لوطروشيان وعطاتو بلاصة أيمن. يحيى ولا هو السوبرفيزور وفرح بزاف ومشى عند ماماه وقال لها باللي غادي يولي شاف وغادي يزيدوه في الصالير. يحيى ولا كيخدم على الجهد ولا ديما كيصيفط لي زيميل لماريا، اي حاجه كطرا في الخدمه يحيى كيدير ايميل وكيصيفطو لماريا. ملي دازت 6 شهور يحيى خرج طوموبيل فورد فيستا كريدي وتصاحب مع واحد البنت خدامه معاه، ولا كيخرج هو وياها وكتبقى تعاود لي على اي حاجه كطرا في الخدمه اللي بطبيعه الحال يحيى كيوصل داك الشيء كامل لماريا. يحيى ولا كيخدم وكيزيد التسويع، وحتى ملي كان كيمشي للدار كيبقى ديما في التواصل مع ماريا. الدراري والدريات اللي خدامين مع يحيى ولات كتجيهم الخدمه صعيبه ومريضه حتى كانوا عارفين كيوصل اي حاجه لماريا. وكانت كل مره واحد في الدراري ولا الدريات كيجبد الصداع مع يحيى. دازوا الايام وبزاف الدراري والدريات في ليكيب ديال يحيى خرجوا في حالهم حتى ما قدروش يكملوا الخدمه معاه. من بعد 6 شهور ماريا ولات ريسبونسابل دوبيراسيون وبلاصتها خلاتها ليحيى اللي غادي يولي هو الماناجر. وبطبيعه الحال الفرحه اللي شدات يحيى في داك النهار عمرو ينساها، ومشى عاوتاني عند ماماه وقال لها باللي غادي يولي يشد كثر من 1.5 مليون في الشهر. يحيى تزادت فيه العياقه بزاف ومبقاش كيعقل على الناس اللي خدامين معاه، ولا ديما كيصيفط لي زافيرتيسمون للدراري والدريات اللي معاه في الخدمه. المهم بسبب يحيى داك سونتر دابيل ولا معروف بالحوايج الخايبين بحال توصل الهضره وباك صاحبي وستريس وزيد وزيد. دازت 3 شهور على البروموسيون ديال يحيى، وفي واحد النهار دخل يحيى عند البيرو ديال ماريا لقاها كتبكي بزاف وكيعيا على الجهد. قال ليها مالك؟ قالت ليه راه سونتر دابيل اللي خدامين فيه كاملين غادي يدير فايت وغادي يتسد في الاخر ديال الشهر. يحيى تصدم وجاتو الدوخه حيتاش عنده الكريدي ديال الطوموبيل وكان معول ياخذ الكريدي ديال الدار. يحيى ما فهم حتى حاجه وعمرو تخيل هذا السيناريو. من بعد يحيى ما تيقش ومشى دخل عند المدير وقال ليه راه هادشي بصح مالين سونتر دابيل اللي هما فرنسيين هربوا لبلادهم وحنا وحنا هنا وما كاينش اللي يعطينا حتى حسابنا. يحيى تصدم وما فهم والو. سول المدير قال لي شنو هو الحل؟ قال لي الحل الوحيد هو ندعيوهم ونديروا محامي. المهم يحيى باش ياخذ رزقه وياخذ حسابه مشى دار محامي. من بعد هادشي غادي دوز 6 شهور كامله ديال الطلوع والهبوط ما بين المحاميين والمحاكم، وباع طونوبيلته وكمل الكريدي وتسلف من عند ماماه باش يخلص المحامي. ولكن ملي سالا داك البيريود ديال 6 شهور يحيى لقى القضيه باقه في بلاصتها وخسر فلوسه كلها وغرق كريديات. داكشي اللي غادي يخليه يخرج ويقلب على خدمه من جديد. الحكايه سالات هنا، ولكن بلاتي هاد الحكايه خدات لينا بزاف ديال الوقت والمجهود باش نعاودوها في الكتابه والتسجيل بطريقه احترافيه والمونتاج والايديتين وبزاف ديال الحوايج. داكشي علاش بغينا الدعم ديالكم باش نكملوا في حكايه. الا عجبتكم الحكايه ديال اليوم دير جيم ولا قلب وخلي كومونتير وطاقي الناس اللي عزازين عليك باش يتفرجوا، ولا بارطاجيها باش كلشي يستافد. راه كنآمنوا باللي الحكايه ديالك وديالي تقدر تبدل حياه بزاف ديال الناس، وداكشي علاش حكايه بدات.